اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ لو انتي قلقانة ولسه ما اشتريتيش حاجة المدرسة وما انتيش عارفة تعملي ايه، تعالي الفيديو ده ليكي هقولك على شوية حاجات تعمليها قبل ما تنزلي تشتري حاجة المدرسة، تخليكي تنزلي تشتري الحاجة وانتي مطمنة ومركزة، وكمان هتوفري. صلي على الرسول وتعالي نبدأ. لو انتي ميزانيتك قليلة، لو انتي تايهة ومتحيرة ومش عارفة تعملي ايه وعايزة تنزلي تجيبي لولادك حاجة المدارس من شنط وكشاكيل وكراسات وأدوات دراسة ولبس مدرسة، وكل ده عاملك قلق وتوتر ومش عارفة تعملي ايه، او لو انتي اول سنة ليكي ولسه هتبدأي تنزلي تشتري حاجة المدارس، تعالي هقولك على شوية خطوات تعمليها قبل ما تنزلي تشتري اي حاجة للمدرسة. اولا، قبل ما تنزلي تشتري اي حاجة للمدرسة لازم اول خطوة تعمليها، ودي خطوة مهمة جدا، انك تعملي جرد لكل الادوات اللي موجودة عندك في البيت وكل الحاجات اللي موجودة عندك من السنة اللي فاتت. لازم تبقي عارفة انت عندك كشاكيل باقية من السنة اللي فاتت ما استخدمتش قد ايه، عندك اقلام ما اتفتحتش قد ايه، لازم تبقي عارفة انت عندك قد ايه حاجات ما استخدمتهاش عشان لما تيجي تنزلي تشتري تبقي عارفة انت بتشتري ايه. محتاجين ان احنا السنة دي نشتري يونيفورم جديد، نروح المدرسة باليونيفورم بتاع السنة اللي فاتت. طيب، في امهات بتيجي مثلا تبقى ايه، احنا اولادنا بسم الله ما شاء الله يعني بيكبروا بسرعة من غير ما نحس كده، فبتيجي مثلا تبقى هي عاملة حسابها ان هي هتلبس ولادها اليونيفورم بتاع السنة اللي فاتت، وتيجي على اول يوم في الدراسة تيجي تلبس لولادها الهدوم، تبص تلاقي التيشيرت قصر عليه جدا، البنطلون قصر عليه، متبقاش عارفة وقتها تعمل ايه لان خلاص بتبقى الدراسة بدأت. فعشان كده لازم تعملي جرد كويس جدا للحاجة اللي عندك وتطلعي اليونيفورم. لو انت مش هتشتري جديد طلعي اليونيفورم شوفيه مظبوط على ولادك ولا لا، لو هو مظبوط خلاص تمام، يبقى احنا مش محتاجين نشتري يونيفورم جديد، يبقى احنا هنقضي باليونيفورم بتاع السنة اللي فاتت. طب لو لازم قبل ما تنزلي تشتري ادوات المدرسة لولادك لازم تكوني عاملة قائمة بالمشتريات اللي انت هتشتريها، عشان قبل ما تبقي نازلة تبقي عارفة انت هتجيبي ايه ومش هتجيبي ايه، عشان ما تجيش تنزلي تخشي المحلات كل ما تشوفي حاجة تعجبك او تعجب ولادك تقومي جاية شارياها، تبصي تلاقي نفسك دفعتي مبلغ وقدره. لا، انا قبل ما انزل من باب بيتي اكون عاملة قائمة بالمشتريات اللي انا محتاجة ان انا اشتريها للمدرسة، ايه الادوات اللي انا محتاجة اشتريها وكميتها قد ايه. تالت حاجة، لازم تبدأي الاول بالاكثر اهمية، وبعد كده المهم، وبعد كده اللي اقل ايه اهمية. يعني ابدأي اول حاجة بالشنطة واللانش بوكس وزجاجة المية. طبعا بصي انا هقولك على نصيحة يعني مني كأم زيك، وعن تجربة برضك، ان احنا في حاجات معينة لازم نشتريها غالية شوية، معلش انا عارفة ان هي ممكن تكون صعبة بس صدقيني هتريحك بعد كده. شنطة المدرسة، شنطة المدرسة واللانش بوكس لازم تشتريهم يكونوا حاجة نظيفة وجودتهم كويسة، لان شنطة المدرسة ديت لو انت جبتي شنطة مدرسة كويسة وقيمة هيبقى سعرها اي نعم غالي شوية بس هتعيش مع ابنك السنة اللي بعدها، تمام. وكذلك اللانش بوكس، عشان اللانش بوكس دوت احنا اللي بنحط فيه لاولادنا الطعام بتاعهم، فلازم نكونوا جايبين حاجة كويسة عشان ما تأذيهمش في صحتهم. ورابع حاجة، مش لازم عشان احنا داخلين على سنة جديدة، سنة دراسية جديدة، يبقى احنا لازم نشتري كل حاجة للمدرسة جديدة، لا ما ينفعش، ولازم تعودي اولادك على كده. احنا بنشتري الحاجات الضرورية اللي احنا محتاجينها وبس.
انما مش لازم نجيب كل حاجة جديدة لانج، مش لازم نجيب كل حاجة جديدة. يعني احنا لو عندنا اليونيفورم بتاعنا كويس يبقى احنا مش هنشتري السنة دي يونيفورم. لو عندنا الشنطة بتاعتنا سليمة وكويسة يبقى احنا مش هنشتري شنطة جديدة، وهكذا. تاخدي فكرة الأول عن المحلات وتعرفي ايه المحلات اللي بتبيع حاجة جودتها كويسة وسعرها كويس، عشان ما تروحيش تشتري حاجة جودتها قليلة وسعرها غالي وتلاقي نفسك بعد كده تزعلي تقولي انا دفعت فلوسي على الفاضي في الحاجة ديت. لا، انتي خدي بالك من المحلات اللي بتشتري منها. شوفي الأول، قارني الأسعار وقارني الجودة بتاعة الأدوات اللي هتشتريها، عشان تضمني ان انتي تشتري الحاجة تكوني شارية حاجة جودتها كويسة وكمان سعرها ايه كويس. سادس حاجة عايزة اقولها لك برضك، ان انتي لما تيجي تشتري حاجة المدرسة اشتري الحاجات اللي المدرسين عايزينها فعلا. ما تشتريش حاجة ازيد من طاقتك عشان ما تلاقيش نفسك بتدفعي مبلغ كبير يأثر على ميزانية البيت ويتسبب في مشاكل بينك وبين الزوج. لا، انتي اشتري الحاجة اللي المدرسين طالبينها في الأول عشان ما تلاقيش نفسك بتلفي حوالين نفسك وما انتيش عارفة تعملي ايه. سابع حاجة عايزاكي تعودي أولادك ان احنا هنشتري يا ولاد الحاجة اللي احنا محتاجينها وبس. مش لازم ان احنا نبص لولاد اختك شاريين ايه ونروح نشتري زيهم، او نبص لولاد سلفتك او لولاد جارتك دول شاريين ايه او عاملين ايه ولا احنا عايزين زي دولت. لا، ما ينفعش. عودي ولادك ان احنا بنشتري الحاجة اللي احنا محتاجينها وعلى قد امكانياتنا. واخر حاجة عايزة اقولها لك، اوعي تنسي وانتي بتعملي الميزانية بتاعة المشتريات المدرسة ان انتي اوعي تنسي ان انتي تضيفي المواصلات، تضيفي الحاجات الصغيرة اللي انتي بتطلعي ليها فلوس من غير ما تحسي. خدي بالك من الحاجات ديت عشان الحاجات دي بتصرف منك فلوس وما بتحسيش انتي بيها. فانتي في ميزانيتك حطي تكلفة المواصلات اللي انتي هتركبيها قد ايه. اي حاجات صغيرة هتعمليها ما تقوليش لا مش مهم احط مثلا 15 جنيه هنا او 20 جنيه هنا او 30 جنيه هنا او 50 جنيه هنا. لا، اي حاجة هتعمليها اكتبيها في الميزانية بتاعتك واحسبيها كويس عشان لما تيجي تنزلي تعرفي تشتري الحاجة بسعر كويس، تبقي عارفة انتي صرفتي ايه. وعايزة اقولك بقى نصيحة مني في الاخر عايزة اقولها لك ودي مهمة جدا. لو انتي عندك ادوات مدرسة مستغنية عنها، عندك يونيفورم اولادك مستغنيين عنه وشايفة انه هو سليم وينفع لأي حد تاني، لو عندك شنطة سليمة بس حاسة ان هي مش مناسبة لبنتك عشان بنتك كبرت وداخلة اعدادي والشنطة ديت ما تنفعش غير لحد في ابتدائي، وشايفة ان الشنطة ديت سليمة وجودتها كويسة، ارجوكي اغسلي الحاجة ديت غسلة كويسة وعطريها واديها لحد يكون محتاجها. فرحي بيها طفل أو طفلة يكونوا محتاجينها، سواء كان من جيرانك، سواء كان من قرايبك، سواء كان أي حد تعرفيه إنه هو مثلا محتاج الحاجة ديت قدمها له بشكل هدية. انت كده بتدخلي الفرحة والسعادة على بيوت تانية. ويا رب أكون فدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسيش الاشتراك واللايك عشان يوصلك مني كل جديد واستمر وأقدم لكم كل ما هو مفيد.